إمام عاشور لاعب الأهلي يثير جدلا كبيرا منذ فترة بسبب زوجته التي تظهر معه في كل مكان. حدثت له عدة مشكلات بسبب هذا الموضوع، وأشهرها كانت التعدي عليه رجل أمن داخل أحد المولات الشهيرة بعد أن اتهمته زوجة إمام بالتحرش بها. بعد ذلك ذهب رجل الأمن للشرطة وحرر محضرا بالواقع ضد إمام، ومع التحقيقات أثبتت المباحث عدم وجود أي حالة من حالات التحرش، مما جعل إمام متهم بالتعدي على فرد أمن بالضرب. وقد أخذت القضية مجراها إلى أن تم تحديد جلسة في المحكمة في 5 أكتوبر القادم، حيث سيتواجد إمام عاشور في قفص الاتهام، وتقرر المحكمة حكمه في القضية سواء كان ذلك بالحبس أو بالغرامة. وظهر إمام عاشور مؤخرا في أكثر من مكان وهو منفعل ويتعدى على أشخاص حوله بسبب زوجته، وهذا بالطبع ينعكس سلبا عليه داخل الملعب.